نداء إلى شعب كردستان بشكل خاص والقيادات والأحزاب الكردستانية بشكل خاص. تمر منطقة الشرق الأوسط والعالم بظروف وتطورات سريعة وجديدة، وهذه التطورات هي لصالح الشعب الكردستاني. لذلك أنادي قيادات الأحزاب الكردستانية في إقليم غرب كردستان بشكل خاص والأقاليم الأخرى بشكل عام أن يوحدوا كلمتهم ويفكروا بمصلحة شعب كردستان. هذا الآن أمام شعب كردستان فرصة تاريخية للتحرر من العبودية وأن يحققوا استقلالهم وحريتهم، حيث أن تمر منطقة الشرق الأوسط بإعادة رسم خارطة المنطقة، وأنه منذ 7 أكتوبر عند مهاجمة دولة إسرائيل، فالقوى أو المجتمع الدولي وإسرائيل أخذوا قراراً بإبعاد أو إنهاء المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها دولة إسرائيل والمصالح الغربية في المنطقة، ويجدون أن شعب كردستان هو الشعب الوحيد الذي هو حليف إسرائيل في المنطقة، ويضمن أمن إسرائيل والمصالح الغربية، وأن هذه الظروف هي غير الظروف الأخرى. نحن لا نستطيع مقارنة الأوقات السابقة مثل استفتاء إقليم جنوب كردستان أو انتهاء الثورة الكردستانية في سنة 1975 في جنوب كردستان. الآن الظروف مختلفة كليا، وهناك فرصة ممتازة وتاريخية أمام شعب كردستان يجب انتهازها، ولولا الدعم الكامل من قبل إسرائيل وأمريكا وفرنسا وبريطانيا للكردستانيين في إقليم غرب كردستان، لكانت القوات التركية ومرتزقتها الآن قد استباحت وهاجمت الإقليم واحتلته، وقامت بتهجير السكان الكردستانيين في الإقليم إلى المناطق الأخرى من سوريا. لذلك أرجو من القيادات الكردستانية، من الأحزاب الكردستانية، أن تنتهز هذه الفرصة وتضع الخلافات الشخصية والحزبية جانبا، وإلا فإن التاريخ سوف يحاسبهم. هذا ندائي لهم، وأأمل أن يكونوا في مستوى الأحداث وأن يخدموا شعب كردستان ويسجلوا منعطفا تاريخيا في تاريخ شعب كردستان. وأشكركم.